كان ثمة استعارة لجدل الأفكار التي كانت سائدة في فضائكم الأندلسي، نقلت هذا التصور إلى الفضاء العربي؟ لا أظن، لا. أو نعم، إذا طرحت السؤال قد نجد شيئا ما. نعم، وجدت أدخل في الموضوع من جانب أو من باب ثاني ثانوي. وجدت أن كثير من مفكرين من الشمال، وأنا ولدت في الشمال، لم يفهموا التاريخ الأندلسي، أو قالوا بعض منهم وهم مهمون جدا، اعتبروا أن التاريخ الأندلسي الأثر العربي في التاريخ الإسباني سطحي عابر. فمثلا خذ فيلسوفا مشهورا وهو أونامونو، وهو مشهور على صعيد العالمي. نعم. هو قال إن الحضور العربي في إسبانيا كان له حضور أو مواقع عابر سطحي غير عميق. وأنا تأملت في هذا. يبدو لي أن من تربى في خارج أو في الشمال فرصه قليل أقل لكي يفهم الواقع، والعكس. هل ثمة صراع في أسبانيا بين الشمال والجنوب في النظرة إلى الأندلس أو في التراث الأندلسي؟ لا نقول صراعا، إنه اختلاف. من يعترف أن هذا الصراع أو هذا الاختلاف موجود؟ قليل من الناس يعترفون على هذا، لأن كل طرف يقول أنه يدافع عن الحق أو الحقيقة وليس ضد الآخر. ليس صراعا، أو كما ليس صراعا بيننا وبين المغرب. هناك اختلاف المولد أو الموقف، وعدم تجاوز جدار المولد أو جدار الشروط. نعم. اختصر. ولكن هذا أصبح قد يصبح عاقبا في التفاهم الداخلي الإسباني. نعم. كيف ينظر الأسبان إلى هذه الرموز المعمارية الباذخة الموجودة نعم. في الأندلس اليوم؟ هذا شعبي. إذا هذا نستطيع أن نقول أنه شعبي، حتى أنه دخل في اللغة الشعبية في كل مكان. إذا كنت في قرية في إسبانيا، جنوبا وشمالا ووسطا وشرقا، حتى في شمال في أفريقيا في جليقية، وإذا وجدت أثارا وسألت أحدا من القرية فما هذا، قالوا هذا من زمن الموروس، يعني من زمن العرب. وربما تجد وتعرف أن هذه الآثار هي رومانية، وهذه الآثار تنتمي إلى قرنين أو إلى القرن الماضي. لكن الخيال الشعبي يستعمل كلمة زمن الموروس، ولهذه دلالة إيجابية، بمعنى أنهم يتصورون أن لهذه الآثار قيمة. فالخيال الشعبي واللغة السائدة الشعبية تتكلم، والقصص الشعبية عن كنوز زمن الموروس، كنوز زمن العرب أو المسلمين. ماذا عن بقايا المورس أو المورسكيين الذين انسحبوا إلى بعض القرى الجبلية في أسبانيا، أو بالأحرى في الجنوب الأسباني؟ ماذا الذي يبقى؟ في بعض المناطق تبقى ذاكرة مباشرة مهما مضت القرون. في العائلات هناك من يتذكر أن أجدادهم كانوا من الموريسكيين، وهم يعرفون هذا، علاقة مباشرة. نعم. ويحتفظون بالأسماء الموريسكية العربية، هم يعرفون هذا.